الفيديو ده ممكن يكون فيه نهايتي คุณทำอะไรเริ่มไงเป็นผู้จับผีครับเป็นผู้อะไรกันจะเชี่ยว او اقل تقدير يمنعني من دخول سنغافورة مدى الحياة. انا فاكر اول مره رحت فيها سنغافوره انبهرت جدا وقلت ياه دي جنه الله على الارض. الشوارع نظيفه جدا وقوانين صارمه جدا لدرجه انك ممكن تاخد مخالفه لو بتاكل مستيكه او لبانه، وكل اللي بيروح البلد دي بيشوف بعينيه الحضاره والتقدم والامان. ولكن الحقيقه بس اللي عاش هنا هو اللي يقدر يشوف ان الصوره دي مش كامله. ورا الواجهه دي عالم مظلم. عالم من العصابات ومافيا منظمة جدا وبتتحرك بهدوء لحد النهارده. في سنة 2001 في عصابة اسمها سلكاو 369 وقفت شاب اسمه سليمان بن هاشم في الشارع. افتكروه واحد من عصابة منافسة، ضربوه 13 طعنة ومات في ساعتها. وفي 2010 12 واحد من عصابة تانية مسكوا شاب جامعي في مول الداون تاون ايست في سنغافورة، ضربوه قدام الناس بالسكاكين لحد لما مات. الموضوع بالطريقة دي يبان انه عادي او حالات فردية، ولكن العصابات دي موجودة ومش بس في سنغافورة، وكمان موجودين في ماليزيا واخطر بكتير، وانا شفت ده بنفسي لان هم خطفوني. ودي حكاية هحكيها لكم بعدين لما نروح لسلسلة ماليزيا. ونرجع تاني لسنغافورة لان في 2023 البلد كلها صاحت على فضيحة فوجيان جانج. فوجيان جانج دي اكبر شبكة غسيل اموال في تاريخ البلد، مليارات الدولارات من تجارة المخدرات والجرائم المنظمة. الخطير بقى ان العصابات دي مش عشوائية، دي منظمة جدا زي الشركات، يعني نظام قائد وموزعين، وفي شباب كمان جديدة بتتجند متغلغلين في المجتمع عادي جدا. هتلاقيهم شغالين في المحلات، في المطاعم، في الكافيهات، وكمان بيلبسوا عادي جدا. ولكن وجودهم في بعض الاماكن بيكون واجهه للقمار وغسيل الاموال. والاخطر بقى ان هم متقسمين بالاعراق، يعني الملاي ليهم نفوذ في الشارع والاحياء الشعبيه، والهنود معروفين بعنفهم وتوزيعهم للمخدرات. اما الصينيين فهم اوسع واخطر شبكه في غسيل الاموال وتجاره المخدرات. وعشان كده سنغافوره عندها قوانين حديديه، يعني اي تورط حتى لو بنسبه بسيطه في المخدرات اعرف ان نهايته الاعدام. وهي دي المفارقه يا صاحبي، بلد العالم كله شايفها جنه وامان مطلق، ولكن اللي يعرف تفاصيلها عارف ان ورا الامان ده عصابات بتتحرك في السر. استنوني في الحلقه الاخيره من رحلتي في سنغافوره، هتكون في شارع العرب، هتشوفوا اللمسه العربيه في سنغافوره اثرت ازاي. ما تنسوش تيجوا بكره عشان المغامره لسه ما خلصتش.